وبلدان الخليج مشاكلهم أقصى وأكبر من مشاكلنا، فعلى الأقل نحن نسكن في أوطان تعرف الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن في الخليج لهم معاناة ولهم قساوة العيش. وأتمنى من الأخت هند أن تتكلم وأن تشرح ولو قليلا هذه المشاكل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين. أجمع الإخوان والأخوات على الشعور بالمرارة والغضب من إقصاء وتهميش المقصود للجالية المغربية المقيمة بالخليج وخصوصا بالسعودية، وعدم المشاركة السياسية التي أثرت بشكل واضح عليها، هو التمثل الهزيلة في مسجد الجالية التي أجهضت الآمال التي خلقها الخطاب الملكي ل6 نوفمبر 2005. كما اعتبر الإخوان والأخوات أن إقصاء الجالية لدول الخليج ومشاركتهم في مؤسسات الوطنية يؤكد بالملموس عدم اكتراث حكومة وأحزاب بمغاربة الخليج واقتصار في التعامل معهم كمورد اقتصادي لا غير. لهذا نطالب بمطالبة الحكومة بالتدخل لدى حكومات دول الخليج من أجل القيام بإلغاء نظام الكفيل الذي يكرس كل أساليب الإهانة والاستغلال والعبودية. ثانيا، التأكيد على ضرورة حث دول الخليج على تسهيل عملية التجمع العائلي حتى يضمن الاستقرار النفسي للعاملين وعائلاتهم. الدعوة لتنظيم مناظرة حول مشاكل المرأة المغربية بدول الخليج لإيجاد الحلول الكفيلة لضمان حقوقها والحد من إهانتها واستعبادها بواسطة نظام الكفيل. المطالبة بالتخفيض من التسعيرة النقل على طائرات الخطوط الملكية والارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يحرم عدد كبير من أفراد الجالية من زيارة أهلهم وأقاربهم بالوطن. مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح المجال للطلبة المغاربة والمتطوعين المغاربة بالاشتغال ببعثات الحج المغربية خلال موسم الحج. نطالب بتحسين الخدمات القنصلية بفتح مزيد من القنصليات في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن وفتح المجال للإطارات المغربية لتوظيفها بالقنصليات، وتخصيص شباك من أجل الشكايات. نطالب الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل حماية السجناء المغاربة ومتابعة ملفاتهم وأوضاعهم والتفاوض مع دول الخليج من أجل إنهاء عقوباتهم. إنشاء قانون يمنح لأي مغربي قضى أكثر من 5 سنوات في بلاد المهجر بحقه في سيارة دون جمارك. منع المغربيات من العمل كخادمات في دول الخليج، وهذا هو أهم مطلب لدينا.